بسم الله الرحمن الرحيم. هاقول لك على حاجة كده ممكن تستخدمها في حياتك عشان تعرف تدير نفسك لمصلحتك، لإن حياتك كلها هي قائمة على إيه؟ على إزاي أنت بتتعامل مع نفسك وإزاي بتديرها عشان تقدر تدّيك الإمكانيات اللي تعرف توصّلك لأي حاجة أنت عايزها، لإن النفس دي هي سر النجاح جواك أو هي سر فشلك. آآ بُص بقى يا سيدي، أنت أي حاجة بتقولها بعد كلمة أنا تأكد تمامًا إن هي دي اللي بتحدد إطار شخصيتك، وهي دي اللي بتحركك في الطريق اللي أنت بتقوله، يعني واحد مثلًا بيقول أنا مش قادر، الكلمة دي في بُقّه على طول، عمرك ما هتلاقيه قادر، وعمرك ما هتلاقيه عارف يتحرك، وعمرك ما هتلاقيه نشيط، على طول هتلاقيه كسلان وقاعد في مكانه. واحد تاني بيقول أنا ما بافهمش، أنا ما باعرفش، أنا عندي مشكلة، أنا ما باعرفش أفكّر، ما باعرفش أستوعب. ده عمره مثلًا هيبهرك بعرض presentation ولا عمره هتلاقيه قاعد في قعدة عنده حضور وعنده كلام عارف يتكلم فيه ومواضيع عمره ما هيبقى كده، ليه؟ لإن هو عرّف نَفْسه إن هو ما بيفهمش، فخلّي بالك دايمًا أنت بتقول إيه بعد كلمة أنا، وما تنساش الآية اللي ربنا قال لنا فيها فما ظنكم برب العالمين، خلّي دايمًا ظنّك إيجابي عشان نَفْسك تقدر تدّيك الإمكانيات اللي أنت تستحقها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.